النهارده هنعمل الكشري المصري بطريقه سهله ومختصره، احلى من بتاع المحلات وانضف كمان. صلوا على النبي، ولو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. طبعا انتوا شايفين الحلل اللي قدامكم والاطباق، هتقولوا ايه دون احنا هنعمل كل الحلل دي ده هياخد مننا طول اليوم. لا، مش هياخد في ايدك نص ساعه، وعملناه بطريقه سهله ومختصره ومش هياخد في ايدك نص ساعه. هنجيب شويه زيت في طاسه كده، هنبتدي بالبصل والعيش اللي هنعمله، العيش المحمص. البصل دون انا بشرته بمبشره البطاطس. شفتوا مبشره البطاطس اللي بنعمل بها الشيبسي المدور؟ الشيبسي المدور انا بشرته بيه عشان يطلع معاه مقرمش ويفضل ناشف. هنا طبعا نزلنا في الزيت بالبصل، مش هننزل بالبصل كله عشان ما يلزقش في بعض، هنزل بنص الكميه. طبعا اتحمص معانا، هنخليه بني فاتح كده، ما تحرقهوش قوي. طبعا انا هطلعه بقى من الزيت وهصفي الزيت منه كويس قوي. احنا ابتدينا بالبصل والعيش عشان الزيت اللي هيفيض منهم احنا هنعمل بيه بقيه الكشري كله، مش هنستعمل زيت تاني. دي المبشره اللي انا بقول لكم عليها بتاعت البطاطس. طبعا نزلت بنص الكميه التانيه بتاعت البصل، وكده خلصنا البصل. هننزل بالعيش المحمص بتاعنا. العيش ده بيبقى العيش الابيض مش العيش البلدي، او ممكن تجيب العيش الشامي اللي هو بيتباع في المخابز بره. متحمص معانا هو وبقى زي اللي بره بالظبط. انا نزلت بنص الكميه بردك في الطاسه، وهنزل بنص الكميه التانيه. طبعا العيش ده اول ما يطلع هنرش عليه شويه كمون وشويه ملح وهو سخن كده. هنيجي بقى للمكرونه هنسلقها. انت بقى عايزه تجيبي مكرونه صغيره هاتي، معوجه هاتي، صوصات هاتي. انا هستكفى بالاسباجيتي دي والصغيره دي. انا مكسره الاسباجيتي دي على 3 حتت عشان احنا هناكل الكشري بتاعنا بالمعلقه. انا مكسره العود بتاع الاسباجيتي دي على 3 قطع. طبعا هننزل بمعلقه ملح وهنسيبها تستوي مع نفسها. انا العين التانيه من البوتاجاز وولعت على العدس بتاعي. العدس ده وانا نقعته في ميه سخنه عشان يستوي معانا بسرعه. نقعته ساعتين 2. لو عايزه تنقعيه في ميه ساقعه سيبيه اكتر من ساعتين. طبعا انا ولعت على العدس وحطيت عليه معلقه ملح وغطيت عليه، والمكرونه برضك ولعت عليه. انا قدت ال3 عيون عشان انجز في الكشري بسرعه. تالت عين بقى هنحط عليها الحمص بتاعنا. طبعا الحمص ده برضك انا نقعته ساعتين في ميه سخنه عشان انجز في الوقت. كل ما تنقعي الحمص وتنقعي العدس يستوي معاكي بسرعه، لازم تنقعيها. طبعا المكرونه معانا هنا هي اول حاجه حطيناها استوت. جينا بقى للعدس، كده خلصنا من المكرونه والبصل والعيش. هنيجي بقى للعدس بتاعنا، هنشوفه بقى استوى ولا لا. شفتوا استوى وبقى زي العسل اهو. شوفوا خلصنا بسرعه ازاي. ادت ال3 عيون بتوع البوتاجاز وخلصت بسرعه. طبعا جبت حله هنا وجبت الزيت اللي فاض من البصل ومن العيش هستعمله في الكشري كله، يعني في عمايل الكشري. هنا بقى نزلت بالمكرونه، صفيتها وحطيت عليها ميه ساقعه وغسلتها غسله كويسه. صفت ميتها. هنا جبت حله وحطيت فيها كبشه زيت من اللي احنا قاليين فيها العيش والبصل. نقلب فيها المكرونه كويس عشان تفضل مفلفله معاكي طول الوقت. كده خلصنا من المكرونه خالص. هنجيب بقى حله تانيه هننزل فيها بكبشتين زيت من اللي احنا استعملناهم في العيش والبصل. هننزل بنص كيلو شعريه. هنعمل الرز على الشعريه مع بعض في حله واحده. هنعملهم في حله واحده. هنقلب الشعريه لغايه ما تديكي لون بني كده. انا بقى كل ما اللون يغمقي معاكي الرز على الشعريه ده بيطلع معاكي تحفه. طبعا انا كنت غاسله نص كيلو رز برضه ومصفيه ميته خالص وسايباه ينشف. رز الكشري لازم تغسليه وما تنقعهوش، تسيبيه ينشف عشان يبقى مفلفل معاك، مش زي الرز اللي احنا بنعمله جنب الطبيخ. هنا نزلت بنص كيلو الشعريه وحمرته كويس لون بني كده، ونزلت بنص كيلو الرز اللي انا غسلاه ومنشفاه قوي ومصفيه ميته. هننزل هنا بمعلقه ملح، اظبطي انت ملحك بقى. هنا هنزل بنص معلقه كمون. الكمون ده بيخلي الرز على الشعريه بتاع الكشري تحفه، يعني بيديه ريحه وطعم تحفه. هقلبه كويس وهنزل بالميه بتاعتنا. طبعا الرز دون مش زي اللي احنا بناكله جنب الطبيخ، مش هنكتر في الميه عشان لازم يطلع معانا مفلفل. هديله بقى تقليبه كويسه واغطي عليه يستوي. هنا بقى جينا سيبنا الرز يستوي. شفتم انا شغاله على كام عين عشان انجز في الوقت واخلص بسرعه.
جيت بقى للحمص بتاعنا اشوفه استوى ولا لا. شفتوا خلصت كام حاجة خلصوا في ثانية. كده الحمص بتاعنا انا شفته. جينا بقى للرز، كان الرز بتاعنا اتشرب، هديله تقليبه كويسه. لازم لما الرز يتشرب تديله تقليبه كويسه وتوطي عليه بقى عشان يستوي السوا بتاعه النهائي. طبعا الحمص كان استوى خالص وشيلته بقى من على النار خالص، وقلبنا الرز بتاعنا كان اتشرب وغطيت عليه استوى خالص، وكشفت عليه تاني طلع معانا مفلفل وزي العسل. هنا خلصنا كل حاجة بتاعت الكشري. هنيجي بقى نجيب حلة وننزل بكمية الزيت اللي فاضت معانا في الطاسة اللي احنا عاملين فيها العيش والبصل. هننزل ببقية الزيت كله. طبعا هنعمل الصلصة مش عايزة كبشة زيت بس، لازم تحطي شوية زيت محترمين كده. هنا انا كنت فرمة راس توم كبيرة كده حلوة محترمة عشان هستعملها في الدقة وفي صلصة الكشري. طبعا هننزل بالزيت وهنحط فيه التوم اللي احنا فرمينه وهنخليه يتحمر معانا. هنا اتحمر معانا وبقى لونه صفير اهو. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. طبعا انا كنت غاسله الطماطم وفرماها ومجهزاها، ما خدش في ايدي نص ساعه، ادت 3 عيون البوتاجاز وخلص معايا في نص ساعه. يعني اللي يشوف منظر الحلل في المقدمه والاطباق يقول لك الكشري دون احنا هنقعد نعمله طول النهار. نزلنا بالطماطم بتاعتنا وقلبناها تقليبه كويسه. هننزل بقى بمعلقه كمون محترمه كبيره كده، كشري يعني عايز كمون كتير. نزلت بالملح بتاعي ونزلت بالبابريكا. البابريكا دي هتخلي لك لون الطماطم تحفه، هتاكلي الكشري كده ونفسك مفتوحه. هتبقى معاكي صلصة الطماطم، الصلصة بتاعت الكشري حمرا وتحفة معاكي. هنا نزلنا بالكمون والملح. عايزة تحطي نص معلقة فلفل اسمر صغيرة حطي، مش عايزة براحتك، في ناس ما بيحطوش عليها. نزلت بفنجان خل صغير. طبعا هنسيب الصلصة احنا حطينا عليها البهارات بتاعتها وكل حاجة. هنا جبت حلة صغيرة وحطيت فيها شوية زيت، هنعمل شطة الزيت معانا. طبعا انتوا شايفين الحله اتحرقت من جوه، لازم تقدحي الزيت بتاعها قوي وتسيبيه يبرد. بعد ما يبرد نزلت بمعلقتين شطه من اللي هي الحاميه دي عشان تبقى شطه حاميه كده وحلوه. طبعا هنقلبهم في الزيت اللي برد، قدحناه قدحه كويسه قوي وسيبناه يبرد. هنا بقى نزلت بمعلقتين الشطه وهقلبهم تقليبه كويسه، وهحط عليهم كبشه صلصه من اللي احنا عاملينها من بتاعه الكشري دي. طبعا فيها البهارات اللي احنا حطيناها والكمون وفيها كل حاجه. هننزل بقى بكبشه الصلصه دي وهنقلب الشطه بتاعتنا تقليبه كويس. هنسخنها غلوه واحده بس وهنقوم طافيين عليها النار. كده عملنا شطه الزيت معانا، طالع تحفه واحلى من اللي بيتباع بره، وعارفين نظافته وعاملينه على ايدينا في البيت، وعامله كميه هتاكلي منها مره واثنين وثلاثه. هنعمل الدقه بتاعتنا. طبعا جبنا شويه التوم اللي كنا حشناهم واحنا بنحط تومه الصلصه، جبناهم هنعمل بيهم الدقه بتاعتنا. نزلت بشويه التوم و4 ليمونات كنت عصراهم ونص فنجان خل والملح بتاعنا. انت اظبطي ملحك بقى حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هننزل هنا بقى بكبشه صلصه من اللي احنا عاملينها. طبعا الصلصه دي محطوط فيها كمون ومحطوط فيها كل حاجه، يعني ما تحطيش في الدقه بتاعتنا كمون، ما تكتريش الكمون في قلب الدقه عشان الكمون بيدي مراره للحاجه. طبعا هنزل هنا بقى بشويه ميه، الميه دي سخنه عشان التوم اللي انا حطاه طعمه وريحته ينزل في قلب الميه بسرعه. عشان الدقه دي انا لسه هصفيها، انا مش هسيب الدقه في قلبها التوم كده، عشان مش كل ما نيجي ناكل الكشري نلاقي التوم ني في بقنا. طبعا انا خلصت الدقه بتاعتنا كده وجبت مصفى وحله تانية وصفيت الدقه معانا. هنصفيها تصفيه كويس كده. الدقه بتاعتنا بقت رايقه معانا وما فيهاش ولا حته توم، بس الدقه بتاعتنا خدت طعم التوم والريحه بتاعته. كده صفيتها وبقت زي الفل اهي. وكده خلصنا الدقه اخر حاجه في الكشري. شفتوا الكشري ما خدش معايا حاجه ازاي وخلص في نص ساعه بالظبط. ادي شطه الزيت معانا هي طالعه زي العسل ومعمول على ايدينا الكشري وانضف من اللي بيتباع بره. وهنا الدقه معانا زي الفل اهي. والحمص عملناه برضه، الحمص نقعته قبل ما اسويه عشان في التسويه ما ياخدش معاكي وقت. حطينا عليه معلقه ملح
وسويناه بس في قلب الميه، وخدناه صفناه وغسلناه بس، وقمنا حاطينه في قلب الطبق. هنا العيش برضك عملناه زي اللي بيتباع بره بالظبط، وحاجه نظيفه وعلى ايدينا. وساعة ما طلع من قلب الطاسة سخن رشيت عليه ملح وكمون، لازم ترش عليه ملح وكمون. طبعا الزيت اللي انا قليت فيه الورد، البصل بيسموه الورد عندنا هنا. خدنا الزيت عملنا بيه الكشري كله، يعني ما استعملناش زيت من بره تاني. طبعا اللي شفت الورد طالع معانا مقرمش ازاي، عشان انا عاملاه بشراه بقلب مبشرة البطاطس. طبعا لو انت قطعتيه بالسكينه بيبقى بيطلع معاكي سمكه اتخن من كده. ومعانا المكرونه مفلفله اهي وزي العسل. طبعا احنا حطينا شويه زيت وقلبناها في شويه الزيت عشان تفضل معانا مفلفل، ما تلزقش في بعض كده وترجعي تحطي عليها ميه تاني عشان تفلفل معاكي تاني. هنا الصلصه معانا بردك خلصت. الكشري ما خدش معايا نص ساعه، اديت 3 عيون وبقيت اقد على الحله دي واقد على الحله دي اشيلها احط واحده تانية مكانها. والرز طالع معانا مفلفل وزي الفل اهو. طبعا الرز بتاع الكشري ما بيتنقعش، بتغسليه وتصفي منه الميه كويس قوي، يعني ما بيتنقعش زي الرز الطبيخ اللي احنا بنعمله جنب الطبيخ. والعدس معانا زي الفل اهو برضه. طبعا العدس بردك انا نقعته ساعتين في ميه سخنه، لو انت نقعتيه في ميه بارده نقعيه اكتر من كده شويه، كل ما تنقعي الحمص والعدس يستوي معاكي بسرعه. وكده الكشري بتاعنا خلص وطالع تحفه وطالع قمر قمر. شفتوا جماله؟ احلى من اللي بيتباع بره كمان وانضف ومعمول على ايدينا. وعملنا اجدع طبق كشري اهو، وهتاكلي من الكشري بتاعنا دون مره واتنين وتلاته، حاجه توفير وانضف من اللي بره كمان. شفتوا الطبق بتاعنا زي العسل ازاي؟ اللهم صل على النبي، طالع تحفه وما خدش في ايدي وقت. واعملي بنفس الطريقه السريعه اللي انا عملتها دي وهتخلصيه بسرعه. شفتوا جماله؟ اللهم صل على النبي. وهتاكلي منه مره واتنين وتلاته. وكده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. وباي باي.